السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهارده محشي كرنب بطريقة سهلة وبسيطة للناس اللي بتكسر ان هي تعمل محشي والحاجات دي كلها وتقول لك لا اصل الكرنب بياخد وقت معايا، ما بحبش السليق بتاعه والكلام ده كله. هقول لك على وصفة او طريقة سهلة جدا ان انت تقطعي بيها الكرنبة كده وتبقى سهلة معاكي وتشجعك ان انت تعملي المحشي. وعايزه اقول لكم طبعا انا كنت عامله معاكم برده محشي قبل كده، بس المحشي بتاع الشتا طبعا ده طريقة تانية، وكنت عامله معاكم بطريقة ودي طريقة تانية خالص سهلة وسريعة كده هون لاي عروسة تكون بقى لسه جديدة بتتعلم او البنات طبعا اللي بيتعلموا الكلام ده كله. ازاي نشجعهم طبعا ان هم يخشوا المطبخ ونقول لهم بس ان الدنيا سهله، يعني ما يصعبوش على نفسهم يقولوا لا ده محشي تقيل، لا مش عايزه اخش مش عارفه ده ايه الكلام ده كله، انا هاكله عند ماما. لا طبعا انا هقول لك ان انت تعمليه في البيت عندك وبطريقه سهله وبسيطه جدا وتشجعك ان انت تعمليه يعني على طول. هبتدي بقى كده اقول على المكونات بتاعتي. معايا كرنبايه تمام، ومعايا طماطم انا قطعتها كده اهون، ومعايا بصلتين. وعايزه اقول لكم قرن الفلفل الرومي ده لما تيجي تحطيه على الطماطم وهي بتتضرب في الخلاط بيبقى طعمها تحفه جدا في اي صلصه انت بتعمليها. حطي معاها قرن فلفل يا حامي يا رومي. ومعايا الخضره بتاعتي الشبت وبقدونس وكزبره تمام. الكرنبايه بقى بتاعتي لو انت هتعملي كرنبايه تاني يوم هتشتريها قبلها يعني بيوم، هاتيها بالورقه الخضراء بتاعتها دي كده هون عشان هي بتحميها تمام. ومن جوه بصي عامله ازاي من جوه، عايزه اقول لكم جميله جدا ورقتها، بصوا في منتهى الجمال. وتطبلي عليها كده اهو. الكرنبايه اللي هي مهويه دي انا عايزه اقول لك دي بترمي معاكي ورق كتير جدا وبتبقى حلوه جدا بصراحه. الورق بيطلع منها سليم كده اهو وسهل على طول تمام. وورقها من جوه بيبقى نضيف زي الفل اهو. هروح بقى على البوتاجاز وهسلق معاكم كرنب واوريكم اسهل طريقه لسلق الكرنب وتشجع البنات الحلوين كده هم ان هم يشتغلوا كده على طول يعملوا اذا كان المحشي بقى مبقاش كسلين عنه يعني. هروح بقى اسلق الكرنبه كده الاول. انا بقى عملت جبت السكينه بتاعتي وجيت من النص كده هون قورتها من هنا كده علشان اشيل الراس بتاعتها اللي هي دي كده هون تمام اهي. وهسلقها هشطفها شطفه كده هون الاول من بره من جوه. عايزه اوريكم الكرنبايه بس حلوه ازاي، صبحه كده هون وحلوه بس. ودي بقى طريقه سهله شويه للكرنبه، بدل ما انا كنت بقطع ورقه ورقه واقوم شطفاها واقوم حطاها، فلقيت ان دي بتاخد وقت معايا كبير جدا. فحطيت بقى ميه على البوتاجاز وهوريكم ميه حطيت فيها ملح وكمون. انا حطيت حله على البوتاجاز حطيت فيها الميه والكمون وملح. هي كده خلاص قربت تغلي معايا. هنزل بقى فيها بالكرنبايه. انا حطيتها في الحله اهي كده اهون تمام. بس حطيتها بقى من يعني الحته اللي تحت اللي انا قطعت منها الراس دي حطيتها من فوق ومن تحت بقى كده الورقه. هتستلق بقى يعني هتستوي معايا كده ورقه ورقه هاخدها. بس اهم حاجه تكون الحله كبيره عشان تعرفي تتحكمي في الكرنبايه وانت حطاها تمام. هاخدها بقى ورقه ورقه كده اهو. انا غسلتها. عايزه اقول لكم الطريقه دي اسهل من الطريقه اللي بصراحه انا كنت بستعملها الاول، وانا برضو غسلاها ومخليها زي الفل برضو. بتسلق لي الورق سريع على طول كده اهو تمام اهي. هاخد بقى ورقه ورقه بتتفك بقى كده على طول ورقه ورقه على طول اهي كده اهو، سهله جدا. بصوا بقى اول ورقه اهي انا سلقتها كده اهو اهي تمام. بصوا استوت ازاي. عندي بقى حبه مصفى على الحوض ثواني انا لخبطت حطيت المصفى الاول ثواني كده مصفى طبقه تحتيها عشان تتصفى. هرجع بقى تاني هاخد بقى ورقه تاني اهي كده اهو. انا بدخلها كده عشان تطلع معايا اهي. ورقه كمان اهي طلعتها قدامكم تمام. بصوا مسلوقه برده كويسه جدا. هحطها في المصفى. هكمل بقى برده تاني كده اخد ورقه ورقه اهي. بس انزل بقى من فوق كده. عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله جدا، وفي ناس طبعا بتستصعب ان هي تعمل محشي كرنب بالذات تقول لك علشان خاطر سلق الكرنب. انا بقى قلت لك على وصفه سريعه جدا اهي تمام عشان ما تخليكيش تكسلي ان انت تقولي عايزه اعمل محشي كرنب، ودي سهله جدا اهي. اخدت ورقه ورقه اخد ورقه كمان والله مسلوقه. عايزه اقول لكم بصوا جميله ازاي وسهله ما خدتش معايا اي وقت خالص. اهم حاجه تحطي في حله واسعه عشان تعرفي تتحكمي في في الورق وانت بتطلعيه كده كويس. اخرج ورقه كمان. الورقه عايزه اقول لكم طالعه معايا سليمه جدا ما فيهاش اي مشكله اهي. بصوا عامله ازاي
طلع بقيت طلع اهي. بصوا الورقه طبعا ما تسلقيش الورق قوي عشان ما تيجي تحشيه وانت بتسقيه الشوربه طبعا وبتسويه على البوتاجاز ما ايه ما ياخدش ما يتهريش منك. خلي الورقه كده تبقى ايه سليمه وكويسه. وتنقي الكرنبايه اللي هي مهويه. المهويه دي بتقوي معاكي ورق كويس جدا، اللي هي بتطبلي كده عليها وانت بتطبلي عليها كده هتلاقيها ايه بترن معاك كده مهويه ورقه كمان. بصي طريقه سهله جدا تخليكي بقى تعملي المحشي ده بقى كل يوم ما تكسليش عنه. تمام. اخرج تاني. هي ابتدت خلاص كلها تتفكك من بعضها اصلا. هطلع بقى كده خلاص كله اهو. بصوا بقى سهل ازاي. تمام. بصي الورق كله بقى خلاص ايه عشان معايا خلاص اهو. تمام. تطلع بكل سهوله اهو. اهي الورق كله كده خلاص اهو. تمام. الورق كله بقى سليم معايا ما خدتش وقت خالص. هخرج بقى بقيتها وارجع لكم. كده بقى الكرنب بتاعي خلاص اهو بقى جاهز. انا سلقته كله كده اهون وعايزه اوريكم. بصوا الورقه بورقتها اهي طلعت معايا سليمه اهي. مفيش ورقه مقطعه ولا حاجه. زي ما قلت لكم تنقوها كرنبايه المهويه. بص بقى التقطيع بتاعهم من هنا كده اهو من عند العروق كده باخدها كده اهو. تمام. هتنيها كده اهو هلفها كده لجوه. هقطعها كده اهو اهي. هحطهم معايا وهقطع تاني كده. بقطع العروق. هاخد دي ودي الورقه الصغيره باخدها 2. الورقه الكبيره بقى انت ايه ايدك معيار بتقسميها عشان المحشي كله يطلع الصوابع قد بعضيها. تمام. دي برضه هي كويسه هاخدها 2 برضه. الورقه دي برضه كده اهو بس دي كبيره شويه. هقطعها مثلا 3 كده اهو. هقطع برضه كام ورقه تاني معاكم اهي. هاخد العروق كده من فوق اهي واقوم لفاها كده اهو عشان تبقى كلها قد بعضها ميبقاش صباع كبير وصباع صغير. واقسمها كده. تمام اهو. دول حبه انا قطعتهم. دول حبه كده انا قطعتهم. وهكمل بقى تقطيع الكرنب بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس اوريكم هتاخدوا ورقه ورقه ازاي اهي كده اهو. الورقه دي كده كويسه. بلاش الورقه اللي هي الكبيره اللي بتاخد ربع كيلو رز دي. لا بلاش. خليها ايه الورقه الصغيره دي بتبقى جميله جدا والله. تمام. هكمل تقطيع كده فيها. كرنبايه كده الصباع يبقى صغير كده على قد صباع الواحد كده. يبقى كده مش يبقى بياكل ربع كيلو رز. لما اخد يعني في ناس بتحط كده اهو. تمام. التخديعه بتاعت المحشي. تمام. حطيت زيت وحطيت بصل. حطيت الزيت وحطيت عليه كده البصل ضربته في الكبه بتاعت الخلاط. وعايزه اقول لكم ما تضربوش البصل ناعم قوي يعني كده اهو كده حلو يعني كويس. بعد ما ضربت البصل هحط وراه الطماطم. ما تخليش في الطماطم قوطه. هتخلي المحشي يطلع معاك كده اهو ما يبقاش فيه زي ميه كده مرنخه منه كده وانت بتحشيه. اوريكم ازاي. بس هقلبها بس تقلبتين كده اهو في الحله. وهنزل بالطماطم. تمام. انا مش بخليها تحمر ولا تصفر ولا اي حاجه خالص. يا دوبك نزلتها بس في الزيت كده وخلاص. هنزل بقى عليها بالطماطم. الطماطم ما تعصرهاش قوي. خليها كده اهو. هنزل بقى بقيه الطماطم. هنزل بقى كده اهو بقيه الطماطم اهي المعصوره. تمام اهي. قرن فلفل حامي كده اهو نحطيه معاها كده اهو. هقلبهم في بعضين. هحط بقى التوابل بتاعتي. وهحط معلقه صلصه من اللي هي البرطمان. طبعا المحشي طبعا بيحب الصلصه كتير. انا حطيت اهي البهارات بتاعتي والتوابل. وحطيت القرن فلفل ومعلقتين صلصه كده اهو كبار من البرطمان دي. عايزه اقول لكم بتديها طعم جميل جدا. حطيت بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسمر كمون بابريكا شطه البهارات. الحاجات بقى اللي عندك ايه اللي هي اللي تحطيها فيها. تمام. هغطيها بقى واستنى لما تستوي معايا وارجع له. كده الصلصه خلاص بتاعتي هي بقت جاهزه. تمام. عايزه اقول لكم بص الزيت فصل منها ازاي. لما تلاقي الزيت فصل كده من على الصلصه تعرفي ان انت كده هون التغذيه بتاعتك كويسه جدا. تمام. غسلت الرز. اهم حاجه تسيبي الرز بس شويه يبقى ناشف كده ما يبقاش اهو عامل ازاي ناشف خالص عشان ما يبقاش فيه ميه. عشان الميه بتاعته ما ترقدش في
ما تنزلش في قلب البتاع ده. التخديعه هتبقى ايه بتسيله كده معاكي. انزل بقى بالرز. بصوا مفيش ميه خالص اهو. تمام. هنزل بقى بالرز كده كله. هقلب بقى الرز كده اهون بالصلصه بتاعتي التخديعه اللي انا عاملاها. تمام. نجيبها من فوق لتحت كده اهون، اوزعها عليها كلها. اهي بص كده، هوزعها بقى كده فيها كلها كده. خلاص انا حطيت بقى ايه الرز ده، وزعته كله. انا عايزه اقول لكم الفلاش طبعا ضارب في قلب الطبق بتاعي. هي حمرا جدا طبعا. ماشي. الخضره هي قطعتها كده تمام، هي كويسه خلاص. هنزل بقى بالخضره كده اهون عليها. هقلبها بقى في المحشي كده اهو. هقلبها حبه حبه بس عشان ايه، عشان عايزه الخضره كلها تتوزع كده في قلب المحشي. هحط حبه حبه وهكمل الباقي. الخضره كتير في قلب المحشي بتبقى كويسه جدا وجميله. هنزل بقى بقيه الخضره كده. الخضره خلاص بتاعتي اهي بقت جاهزه خالص. تمام. وده الورق بتاعي انا عايزه اوريهولكم. بصوا الورق انا قطعته كله كده اهو. الاخضر حطيته على جنب، والورق كله قد بعضه، مش ورق اكبر من التاني ولا اصغر من التانيه. تمام. الحله اللي انا كنت بقى ايه مسبكه فيها الطماطم اهي، حطيت فيها في القعر شويه الورق. تمام كده اهو. هحشي بقى معاكم كام صباع بس كده اهو. ايه اول حاجه انا بحشيها الاخضر. تمام. بسم الله كده اهو. كده لف الورقه كده اهو، خلي الصباع كده صغير. هحشي صباع تاني. عايزه اقول لكم الخضره فيه كتيره والبصل فيه كتير والطماطم فيه كتير، بيبقى جميل جدا. بصوا الصباع كويس ازاي، الحجم ده كويس جدا. يعني زي ما قلت لكم بلاش الصباع اللي بيبقى ايه واخد ربع كيلو رز ده، بيبقى صعب جدا بصراحه. يعني منظره لوحده كده اهو تحس ان انت شبعت من غير ما تاكله. ماشي. اهي بلفها كده اهو اهي كده. بصوا الصباع عامل ازاي. انا عايزه الحجم ده. كان بقيت حشو شويه وارجع لكم. هحشي بقى حبه من الابيض. انا باخد الورق التخينه الاول. هحشي برضو حبه كده معاكم من الابيض. متخليش فيها رز من بره بس كده اهو، عشان ايه ميبقاش معجن في قلب الحله معايا. انا حطيت الورق اللي هو لوحده كده اهو، اللي هو التخين لوحده، والورق الرفيع برضو لوحده. وهكمل حشو وارجع له. كده انا خلاص خلصت الحله بتاعتي كلها كده خلاص تمام. هسقيها بقى بالشوربه، بس بحط على الشوربه معلقه صلصه. الصلصه اللي هي البرطمان، لان ما تبقاش عندي الصلصه اللي هي مسبكاها في الاول. لو انت عندك حبه صلصه اللي انت مسبكاها كده في الاول، خدي منها حبه وحطيها عليها في الوش. هسقيها كده اهو. طبعا انا مش بغطيه كله، مش عايزاه يتغطى كله اهم حاجه. بس كده تمام. كفايه كده كويس قوي. تمام. هحطه بقى على البوتاجاز اسويه، ولما يستوي معايا هوطي عليه وارجع لكم واوريكم شكله بقى اهو بعد ما استوى. بص كده اهو بص الصوابع كلها قد بعضيها. تمام. ده طبعا عشان انا غرفته بس ايه كله فوق بعضيه كده اهو. دلقت بالحله كده على طول. بس عايزه اقول لكم بقى هو مشطشط وجميل وطعمه جميل جدا وريحته حلوه جدا. ويا رب يعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.